عاد اللعب الجماعي واللعب التكتيك مع مدرب تشابي الونسو مع نادي ريال مدريد. ريال مدريد ينتصر 3-0 على السالزبورغ النمساوي، وانتصار مهم جدا لريال مدريد وتصدر دوري المجموعات. واخيرا عاد اللاعب فينيسيوس جونيور اللي قدم نسخة من نسخات فينيسيوس اللي كانت قبل تراجع مستواه. سجل هدف اللاعب وصنع هدف لفادريكو فالفيردي وغونزالو غارسيا. بصراحة اللاعب اللي صرت معجب فيه كثير، عمره 20 سنة لكن اللاعب شبه عوض اللاعب كيليان مبابي. في 3 مباريات سجل هدفين مع نادي ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية، لكن هون مهمتك خلصت. في دور 16 سيعود نجم الأول لريال مدريد كيليان مبابي. انتصار مهم لجعل ريال مدريد في الصدارة، حيواجه في دور 16 ليس السيتي بل يوفنتوس الإيطالي اللي خسران 5-2 من مانشستر سيتي.